منتجات العرق من اكثر المنتجات الاستهلاكيه في السوق المصري، سواء المنتج كان كريمي او ديودرنت ستيك او رول. طبعا زي ما احنا عارفين احنا عندنا نوعين من منتجات العرق، عندنا الديودرنت وعندنا الانتي بريسبيرنت. طبعا احنا عارفين ان الديودرنت بيعمل على قتل البكتيريا ولكن مش بيمنع التعرق، وعشان كده بلاقي ان الديودرنت بيقعد حوالي 6 ساعات او 8 ساعات. على الجهه الثانيه عندي الانتي بريسبيرنت، ده بيعمل على منع التعرق وبالتالي بيديه فتره اطول بكتير، ممكن توصل فوق ال 24 ساعة أو توصل كمان 48 ساعة. النهارده هنتكلم عن مادة مهمة جدا في صناعة منتجات العرق وهي الألومنيوم كلورايدريت. ده الألومنيوم كلورايد بنتوهيدريت هو الاسم العلمي للألومنيوم كلورايدريت. بيتم إنتاج الألومنيوم كلورايدريت عادة من تفاعل هيدروكسيد الألومنيوم مع حمض الهيدروكلوريد. بينتج من التفاعل ده ألومنيوم كلورايد. الألومنيوم كلورايد ده بيتفاعل مع المية بيكون لي الألومنيوم كلورايدريت. طبعا العملية دي بتتم خلال درجة حرارة معينة وخلال بي اتش معينة. عندي في السوق المصري شكلين للألومنيوم كلورايدريت، في منهم الشكل البودر ده طبعا بيبقى تركيزه اعلى، في منهم السائل ده تقريبا بيبقى تركيزه حوالي 40%. طيب هل فعلا الالومنيوم كلورايدريت بيسد المسام وبيسبب حبوب؟ هنا اقول لك الالومنيوم بيشتغل ازاي. الالومنيوم بيعمل كمضاد للتعرق من خلال سد غدد التعرق، مش معنى انه بيسد الغدد انه بيمنع التعرق بنسبه 100%. خلال استخدام المنتجات اللي بتحتوي على الالومنيوم كلورايدريت هتلاقي ان بيحصل تعرق برضه ولكن بشكل اقل تركيز. اللي عايز اوصله في الفيديو ده ان الالومنيوم كلورايدريت اخد سمعه سيئه ما يستحقهاش، لان بمنتهى البساطه الشركات الكبيره بتستخدم الالومنيوم كلورايدريت لانه بيدي حمايه تعدي ال 24 ساعه او توصل كمان ل 48 ساعه. في حين المواد الفعاله الثانيه زي الترايكلوزان او التي 3 اويل تقريبا درجه الحمايه بتوصل لحوالي 8 ساعات او 6 ساعات كحد اقصى، وعشان كده وفي النهايه تقدر تستخدم الالومنيوم كلورايدريت بنسب ممكن توصل ل 10% او ممكن توصل كمان لحد 20%. ما تنساش في نهايه الحلقه تعمل لايك وشير وتشارك في القناه عشان يوصلك كل جديد وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.